السلام عليكم ورحمة الله وأهلا بكم في فيديو جديد على قناة جوجل فوت، إن شاء الله الناس الكل تكونوا بخير. اليوم باش نحكيو على بعض المواهب اللي انتقلت للمنتخب التونسي واللي قدرت الجامعة التونسية وعبد القادر غشير أنهم يقنعوا اللاعبية هذوما بدعوتها من المنتخب التونسي. وفي السياق هذا أهم لاعب باش نحكيو عليه واللي هو سعيد رمضنية. أهم لاعب تم دعوته لحد الآن يكون موجود مع منتخب الأواسط المنتخب التونسي رغم أنه عمره 17 سنة 16 سنة، لأنه باش يكون مع منتخب الأواسط. يعني اللاعب هذا كفاءته عالية برشا باش يكون يعني ديريكت مع منتخب الأوسط. خلينا نشوف مع بعضنا ما يجب معرفته عن سعيد المضني. خبر سعيد غير سعيد اللعب المنتخب التونسي على المنتخب الجزائري والفرنسي، وهو لاعب نادي مارسيليا يبلغ من العمر 16 سنة ويشغل مركز الجناح الأيسر. شارك هذا الموسم ب20 مباراة مسجلا 5 أهداف. يعد سعيد من المواهب القادمة بقوة بفرنسا. أهلا بك في بلدك تونس. الحقيقة ضربة معلم برجولي للجامعة التونسية، الحقيقة قاعدة تخدم في خدمة كبيرة برشا الفترة الأخرانية خاصة. يعني خلينا نشوف مع بعضنا عبد القادر غشير الإنجازات اللي عملها مع الجامعة. عبد القادر غشير قليل الظهور التلفزي والإعلامي، لا يملك حسابات كبيرة على الانستغرام أو غيرها من المواقع. النتيجة حسم لتونس تقريبا 90% من الملفات المواهب الشابة دون المنتخب الأول. الأرقام تقول أنه قريب جدا من التفوق على سليم بو عثمان في عدد الاستقطابات رغم الفارق الكبير في التوقيت الزمني. سليم بو عثمان تجربة عمل مدتها 4 سنوات ونصف، حسم في خلالها تقريبا 100 لاعب في كل الفئات السنية. عبد القادر غشية 6 أشهر تجربة عمل لحد الآن، حسم من خلالها 80 ملف في رقم تاريخي. يعني نحكيو على يعني فارق كبير وكبير برشا بين عبد القادر وبين سليم. نحكيو على تقريبا في 6 أشهر قريب يخلط على خدمة السيد اللي عملها في 4 سنين. ما شاء الله. ويعني برشا ملاعبية يعني خاصة يعني أصاغر وأواسط ومع المنتخب الأولمبي. قاعدة الجامعة تخدم عليها بالبيع. باهي نحكيو زاد على المدافع الصاعد يوسف بالطيب. تم استدعائه المنتخب الأولمبي رغم دعوة المنتخب الأولمبي النمساوي للاعب هذا، إلا أنه اختار المنتخب التونسي. برافو، لاعب ممتاز قادر على تقديم إضافة نوعية للمنتخب الأولمبي دفاعيا. باهي نحكيو على ملاعب آخر، نحكيو على قائد بوروسيا دورتموند المهاجم التونسي آدم إبراهيم يلتحق بمنتخب الأصاغر رغم بعض الضغوطات الألمانية. ضربة معلم جديدة من المسؤول عن ملف الشبان عبد القادر غشير. ضربة معلم أخرى للمنتخب التونسي قائد بوروسيا دورتموند. يعني لاعب المنتخب الأصاغر باش يكون مع المنتخب التونسي. نحكيو على ملاعب آخر يوسف البوغالمي، ظهير أيمن من مواليد 2010، عمره 15 سنة، الناشط في صفوف نادي جينستون أقل من 19 سنة الفنلندي. يوسف من أب تونسي وهو من مواليد إستونيا ويمثل حاليا المنتخب الإستوني أقل من 17 سنة. أتمنى ليوسف التوفيق في مشواره الدراسي والرياضي. وبالفعل اليوم تم دعوة اللاعب هذا المنتخب الإصاغر المنتخب التونسي. الحقيقة حاجة باهية برشا زادة. خلينا نشوف مع بعضنا. آخر ظهور للدولي سعيد بن رمضانية كان في شهر فيفري، أقل من شهر، مع المنتخب الفرنسي أمام المنتخب الإيطالي، وحيث سجل هدف الثاني حينها وقدم مباراة كبيرة جدا. سعيد تحصل على عرض كبير من نادي تشيلسي الإنجليزي خلال الميركاتو الماضي، لكن العرض تم قبوله بالرفض، حيث يطلب نادي مارسيليا 12 مليون يورو كمبلغ أدنى لبيع الدولي التونسي. حقيقة سعيد موهبة لا تقل أبدا عن حنبال المجبري في بداياته. يجب التفكير في كيفية الاستفادة من الجوهرة الشابة مع المنتخب الأول خلال المستقبل القريب. يمكنه اللعب كجناح أيسر ومهاجم ثاني وصانع ألعاب كذلك. الحقيقة ضربة معلمية بالنسبة لسعيد بوعسكر. خلينا نقولها مرة أخرى. المنتخب التونسي الحقيقة الفئات السنية قاعدين نخدموا على برشا ملفات والحمد لله. الحقيقة الجامعة برافو برافو، يعني قاعدة يعني تقنع في برشا ملاعبية. نحكيو على منتخب الأواسط ولا حتى المنتخب الأولمبي.
قاعد يشهد في تطورات كبيرة، برشا ملاعبية مزدوجين قاعدين يدخلوا في المنظومة بشوي بشوي. الجناح الأيمن الصاعد وليد دويب سحب الجنسية المغربية والتونسية، يختار تمثيل المنتخب الأولمبي التونسي. وليد متكون في البرتغال وانتقل منذ أيام قليلة إلى أحد أفضل الفرق الليتوانية سودوفيا. باهي المهم الحقيقة حاجة باهية برشا. الحمد لله يعني الجامعة يعني قاعدة تخدم في خدمة باهية برشا الفترة الأخرانية، وإن شاء الله يعني نستمروا هكا، إن شاء الله نقنعوا أكبر عدد ممكن من اللاعبين، خاصة اللي ينشطوا في أندية باهية، خاصة في الأندية الفرنسية والألمانية، خاطر الحقيقة هذوما أكثر يعني دوريات عنا فيها يعني ملاعبية في فرنسا، وخاصةً الدوريات هذه يعني تصدّر في مواهب كبيرة برشا، يعني الأوروبا الكل مش كان غالية كهو، نحكيو على يعني مارسيليا مثلًا واحد من أحسن مدارس تكوينية في العالم، يعني في انتظار يعني الشباب هاذوما يعني يلتحقوا بأندية باهية، وإن شاء الله يعني يكون عندنا جيل باهي للمنتخب الأول، هذا الكل يعني باش يعمل جيل باهي للمنتخب الأول، اللاعبية هاذوما أكيد يعني باش يكونوا في المستقبل موجودين في أندية باهية، يعني إن شاء الله نوصل مرحلة إنه يكون عندنا نوع لاعبية يعني يلعبوا في أندية مرموقة، يعني في البريمير ليج ولا في الليج علاش لا، كيما يعني جيراننا في المغرب، الجزاير، مصر، عادي جدًا يولي عندنا إحنا زادا ملاعبية يكوروا في البريمير ليج، في كبار البريمير ليج مش حتى في البريمير ليج يعني هاكا هو، وإن شاء الله يعني المنتخب التونسي من خير لخير، لهنا نكون وصلنا لآخر الفيديو، أتمنى الكل يعني تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس، بقى لي كام باش نقول لكم إن شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد إن شاء الله، وسلام.